جيجا فاكتوري القنيطرة. كيف يستعد المغرب لاحتضان أحد أكبر مشاريع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم؟ بقلم الأستاذة فاتحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. تشهد مدينة القنيطرة خلال هذه الفترة تشييد واحد من أضخم المشاريع الصناعية التي عرفها المغرب والقارة الإفريقية خلال العقود الأخيرة، ويتعلق الأمر بمصنع عملاق من فئة جيجا فاكتوري المتخصص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. هذا المشروع الذي يوصف بالوحش الصناعي لا يقتصر تأثيره على القطاع الصناعي فقط، بل ينتظر أن يساهم في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمدينة وللمغرب بشكل عام، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية. ولفهم أهمية هذا المشروع لا بد أولا من التوقف عند مفهوم جيجا فاكتوري. هذا المصطلح لم يكن متداولا في الأدبيات الاقتصادية التقليدية قبل سنة 2013، حين أطلقه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا لوصف مصنع ضخم أراد إنشاءه في ولاية نيفادا الأمريكية لإنتاج بطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية. وقد جمع ماسك بين كلمة جيجا التي تعني مليار وحدة وكلمة فاكتوري التي تعني مصنع، ليعبر عن منشأة صناعية تتجاوز في حجمها وقدراتها الإنتاجية كل المفاهيم التقليدية للمصانع. ويختلف الجيجا فاكتوري عن المصانع التقليدية في كونه لا يقتصر على تجميع المكونات فقط، بل يضم مختلف مراحل الإنتاج تحت سقف واحد، بدءا من معالجة المواد الأولية وتصنيع الخلايا الكيميائية وصولا إلى إنتاج البطاريات الكاملة الجاهزة للتسويق. ويهدف هذا النموذج الصناعي إلى تحقيق إنتاج ضخم يخفض التكاليف ويزيد من القدرة التنافسية، وهو ما ساهم في جعل السيارة الكهربائية أكثر انتشارا في الأسواق العالمية بعدما كانت حكرا على فئة محدودة من المستهلكين. وتكمن قوة هذه المصانع في قدرتها على خلق ما يعرف اقتصاديا بالتأثير المضاعف، إذ لا تعمل بمعزل عن محيطها، بل تستقطب حولها عشرات بل مئات الشركات المتخصصة في الصناعات المكملة والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والصيانة والتكوين. لذلك فإن استقرار جيجا فاكتوري داخل مدينة معينة لا ينعكس فقط على فرص الشغل المباشرة، بل يساهم في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تحول المنطقة إلى قطب صناعي عالمي. ومن هذا المنطلق يبرز التساؤل الذي يطرحه الكثيرون: لماذا اختارت شركة غوشن هايتك الصينية المغرب لإنجاز هذا المشروع العملاق؟ ولماذا لم تتجه إلى دولة أوروبية أو إلى أسواق أخرى في إفريقيا؟ الجواب يرتبط بجملة من العوامل الاستراتيجية التي جعلت المملكة المغربية وجهة استثمارية مفضلة بالنسبة للشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات الكهربائية. فخلال السنوات الأخيرة أصبح المغرب يتمتع بموقع متقدم داخل سلاسل الإنتاج الدولية بفضل استقراره السياسي وتطوره الصناعي واتفاقياته التجارية الواسعة مع عدد من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. ويعد عامل اتفاقية التبادل الحر من أبرز عناصر القوة التي يتوفر عليها المغرب، فالمملكة ترتبط باتفاقيات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يسمح للمنتجات المصنعة داخل التراب المغربي بالولوج إلى هذه الأسواق بشروط تفضيلية. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، أصبحت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية تشكل تحديا حقيقيا أمام الشركات المصنعة. ومن هنا برزت أهمية المغرب باعتباره منصة صناعية وتصديرية استراتيجية، فعندما يتم تصنيع البطاريات داخل المغرب فإنها تحمل علامة صنع في المغرب، ما يمنحها إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية بشروط أفضل مقارنة بالمنتجات المصنعة مباشرة من الصين، وهو ما يجعل المملكة حلقة وصل مهمة بين القدرات الصناعية الصينية والأسواق الغربية. ولا يقتصر الأمر على الاتفاقيات التجارية فقط، بل يمتد إلى الثروات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، فبطاريات السيارات الكهربائية الحديثة تعتمد على مجموعة من المعادن الأساسية، وفي مقدمتها الفوسفات والكوبالت والمنغنيز. ويعتبر المغرب من أكبر منتج الفوسفات في العالم، إذ يتوفر على النسبة الأكبر من الاحتياطات العالمية المعروفة، كما يملك مواردا مهمة من الكوبالت عالي الجودة، وهذا المعطى يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من قرب المواد الأولية الضرورية للصناعة، ويقلص تكاليف التوريد والنقل بشكل كبير.
كما أن البنية التحتية المغربية لعبت دورا أساسيا في استقطاب هذا المشروع، فميناء طنجة المتوسط أصبح اليوم من بين أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ويشكل منصة لوجستية عالمية تربط المغرب بمئات الموانئ عبر العالم. كما توفر شبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية والقطار فائق السرعة إمكانيات مهمة لنقل البضائع والمواد الصناعية بسرعة وكفاءة. ويضاف إلى كل هذه العوامل القرب الجغرافي من أوروبا، حيث لا يفصل المغرب عن القارة الأوروبية سوى بضع كيلومترات عبر مضيق جبل طارق، ما يمنح المصنعين أفضلية تنافسية مهمة مقارنة بمواقع إنتاج أخرى بعيدة عن الأسواق الرئيسية. أما المشروع نفسه فتشرف عليه شركة غوشن هاي تك التي تعد من بين أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات، وتجدر الإشارة إلى أن عملاق صناعة السيارات الألماني فولكسواجن يعد من كبار المستثمرين والمساهمين في هذه الشركة، وهو ما يمنح المشروع بعداً دولياً يجمع بين الخبرة الصناعية الألمانية والقدرات الإنتاجية الصينية داخل بيئة استثمارية مغربية. وقد وقع الاختيار على المنطقة الحرة بالقنيطرة لاحتضان هذا الاستثمار الضخم، حيث انطلقت الأشغال فعلياً على مساحة تناهز 116 هكتاراً في مرحلتها الأولى، وتبلغ قيمة الاستثمارات الأولية حوالي 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 13 مليار درهم، فيما يرتقب أن تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات مع اكتمال مختلف المراحل إلى حوالي 6.5 مليار دولار. وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الطموح الذي يحمله هذا المشروع، إذ من المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى 20 جيجا وات ساعة سنوياً، قبل أن ترتفع تدريجياً إلى 100 جيجا وات ساعة في المراحل اللاحقة، وهي أرقام تضع المصنع ضمن قائمة أكبر الوحدات الإنتاجية المتخصصة في البطاريات على المستوى العالمي. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن انطلاق الإنتاج الفعلي يرتقب أن يتم مع نهاية سنة 2026، حيث ستخرج أولى بطاريات السيارات الكهربائية المصنعة في المغرب نحو الأسواق الدولية، في خطوة تعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي الوطني. وعلى المستوى الاجتماعي يمثل المشروع فرصة استثنائية لسوق الشغل المغربية، إذ يرتقب أن يوفر ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتشمل هذه الوظائف مهندسين وتقنيين وخبراء في مجال الكيمياء والطاقة والتكنولوجيا والمعلوميات، إضافة إلى آلاف فرص العمل المرتبطة بالخدمات والصناعات الداعمة. كما ينتظر أن يساهم المشروع في تعزيز الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مدينة القنيطرة، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الأقطاب الصناعية بالمملكة. فالمدينة تحتضن بالفعل مصانعا كبرى تابعة لمجموعة ستيلانتيس العالمية، إضافة إلى عدد كبير من الشركات المتخصصة في صناعة مكونات السيارات والكابلات والتجهيزات الإلكترونية. ومع دخول مصنع البطارية إلى هذا النظام الصناعي المتكامل، ستصبح القنيطرة من بين المدن القليلة القادرة على المساهمة في إنتاج معظم المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية داخل منطقة صناعية واحدة، وهو ما يعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في صناعة التنقل المستدام على المستوى العالمي. ويؤكد هذا المشروع أن المغرب لم يعد مجرد منصة لتجميع المنتجات الصناعية، بل أصبح فاعلا حقيقيا في الصناعة التكنولوجية المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، كما يعكس قدرة المملكة على استقطاب استثمارات استراتيجية كبرى في قطاعات المستقبل، ويعزز طموحها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات خلال السنوات المقبلة.